شي صاير قدام عيوني أنا لحد الحين مستغربه. من تجربة شخصية صارت اليوم ما كملت 24 ساعة اللي عنده هو متضايق أو فيه أي مشكلة بالحياة شي واحد يسويه ما راح يكمل يوم إلا ربي ميسر له وفاتح عليه أن شاء الله. وها الصلاة على النبي بشكل مستمر فرجت لي بشكل احمد ربي واشكره أنه ألهمني إياها. يا أخي جميلة الصلاة على النبي والله عمري ما قعدت أصلي على النبي صلاة إبراهيمية وأنا مستحضر إني مضطر وعبد لا حول ولا قوة لي إلا بالله إلا وافتح لي أبواب الخير وأدركت ذا في ساعتها أو بعدها. في مثال بيت قال لما حد يطلع مني موضوع باء ولا حاجة فبيقول كسبنا صلاة النبي. يا أخي يا ريت تكسبوا. أقسم بمن حل القسامة إني كنت أدور للريال محصله ومشاكله وحتي الوظيفة أقدم عليها يرفضني وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم المدومة على الصلاة لا براهيمة يا بنات. إني شفت العجب ولله الحمد فلوس وجت وظيفة وعرضت علي أكثر من وحدة ولله الحمد. أنصحكم بالمداومة على الصلاة الإبراهيمية يا ابنة. السلام عليكم. أنا أيضا عند قصة مع الصلاة على الرسول مرة تعرضت لظلم من رئيسي في العمل وفاصلني وقطع رزقي فالزمت الصلاة على النبي والاستغفار. عملت كل واحدة 10,000 مرة. كنت في قمة الانكسار والذل وتشمت فيا من ظلمني لكن بعدما صليت على النبي عليه الصلاة والسلام واستغفرت رزقني الله بوظيفة جاءتني لحد عند راتبها 5 أضعاف الراتب اللي كنت آخذه وترقيت والحمد لله صرت متفوق أكثر بكثير من مدير السابق اللي صار يتمنى يكلمني فقط لما بلفته من مكانه. اللهم لك الحمد والصلاة والسلام دائما وابدا على رسول الله. نصيحتي لكم صلوا عليه وسلموا تسليما واستغفر الله. ما أتذكر في مرة من المرات لازمت الصلاة على النبي بالطريقه الإبراهيمية لا وهم فرج والضيقه تلاشت ومطلبي تحقق ودعواتي استجابت وتسخر لي كل شيء صعب والله الصلاة على النبي بالطريقه لا براهيمية معجزه كررها بيقين وداوم عليها بتدعون لي والله ثم وله ألي يلتزم عليها بشوف العجائب. اقسم لكم برب السماوات والأرض أنا فالاستغفار وظيفة ورزق وصحة عافية وسعادة وفرح واطمئنان للقلب. أنا كنت أستغفر ربي كثيرا وأذكر ربي كثير وأصلي على محمد وعلى آل بيت محمد الطيبين الطاهرين كثيرا. إن الله تعالى أنزل علي الرزق كالمطر وارزقني مالا وسعادة وفرح من حيث لا احتسب والله على ما أقول شهيد. انصحكم بالاستغفار كثيرا وبذكر الله تعالى كثيرا وبالصلاة على محمد وعلى المحمد الطيبين الطاهرين كثيرا. استنونا مع قصص جديده لفضل الصلاة الإبراهيمية وإحكوا في التعليقات عن قصصكم مع الصلاة الإبراهيمية فتحقيق أمانيكم وتفريج همومكم. وافتكروا أن لا مستحيل مع الله وهو على كل شيء قدير. حقق الله أمانيكم وفرج الله همومكم.